اهلا بكم، اهلا وسهلا. النهارده ان شاء الله باذن الله هقدم من قطر. بدايه من قطر، بقاله معايا فتره بيتعلم معايا عمر من قطر. اهلا بك يا عمر. اهلا وسهلا دكتور. اخبارك يا دكتور؟ قول لي كده يا عمر، انت بقالك قد ايه فتره كده زمنيه بتاخد الكورسات ديت؟ انا ده تالت شهر ليا يا دكتور. اول حاجه انا احب اشكرك جدا جدا جدا. مش عشان التعليم بس، لا، علشان انت كسرت حاجه جوايا. من ناحيه الحاجز النفسي دي اهم بكتير قوي من اللي انا بدات اتعلمه منك. يعني انا لسه انا يعني ربنا يدينا العمر ويدي لحضرتك الصحه وطولة البال. انا لسه قدامي كتير علشان اتعلم منك حتى لو ربع بسيط، يعني تمام. آه انا في البدايه يعني رحت، جربت الكورسات كتير في مصر. كان في اكتر حاجه برضو مشهوره هناك في مصر اللي هو البيرلتس، وبعديها دخلت في حاجه اسمها نوت كورسز. حسيت ان هو عندهم كونسبت كويس، بس مش هو ده اللي انا برضو محتاجه، مش هو ده اللي انا عايزه. وفي الاخر يا مولاي كما خلقتني، يعني تمام. فالمحصله يا ريت اللي هو يكون الصفر ده بيكون يعني ده يعني مقدار لحاجه معينه، لكن انا حتى ما حصلتش الصفر، تمام. تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه، اثناء الشرح بتاع المحاضره نفسه، بتدي الواحد حافز ان هو لا، انت اتكلم، انت هتبقى التاسك بتاعك، انت مقصر في شغلك، انت. فده ده برضو جزء نفسي، برضو بيأثر على الواحد، على اساس ان هو برضو الواحد وراه شغل. تاني حاجه انا ورايا التزامات، ان انا لازم ملتزم، ان انا في حد بيعلمني حاجه. ما بالك واحد علمني حرفا فصرت له، يعني انت عارف بقيه المثل، تمام. وكل بيهم بالاشارات يفهموا، يعني تمام. فانا اللي خلاني اخش الكورس عندك ان انا حسيت ان انا محلك سر، يعني انا ما بتقدمش خطوه واحده لقدام في حياتي. ان انا كل شغلي، انا كويس جدا في السيل. انا شغال في براند اسمه ابركرومبي اند فيتش، اللي هو تبع الفوتين. الحمد لله يعني مكان كويس، يعني تمام. بس المكان اللي انا دخلته من سنه، هو نفسي بعد سنتين، هو نفس محلك سر، يعني ما بتحركش من مكاني. وفي ناس حواليا بتترقى وبتبقى كويس، بس انا هو ما حدش بيقول لي انت ضعيف في اللغه. هم بيقولوا لي ان انت آه ان انت كواليفايد بس في السيل. اه. وزي ما انا قلت لحضرتك، كل بيهم بالاشارات يفهموا. ففي ناس بيكون اصغر مني وفي ناس اكبر مني، آه وصلت لتايتل انا احق بيه، بس كان تنقصني اللي هي اهم حاجه زي ما حضرتك قلت، اللغه، تمام. وانا مش عايز بس ان انا اتعلم اللغه، انا عايز اوصل لمرحله الفلونتلي، ان انا لا، ان انا اكون خلاص، ان انا اعرف اتكلم، طيب، ان انا المستويات دي بقى اللي انت اتكلم. درستها معايا دي فادتك في ايه في شغلك؟ ايه مدى الاستفاده من الكورسات؟ اتفضل. مدى الاستفاده من الكورس يا دكتور، ان هو في حاجات اصلا كان في ناس بتتكلم قدامي، يعني في حضرتك ممكن انا اكون مثلا بفهمك بس مش عارف اجاوب. لا، انا مم. دلوقتي اللي بكلمه دلوقتي ما وصلتش برضو اللي هو الليفل اللي انا عايزه برضو. يعني مهما انت اتعلم، برضو انا عايز اتعلم اكتر، ادرس اكتر، اه. اخش مع حضرتك في كورس اكتر، اتعلم البيزنس، اتعلم حاجات كتير، تمام. لان هي طموحي ان انا مش هطول هنا، يعني تمام. يعني انا بقالي هنا حوالي 11 سنة في قطر، تمام. ورحت دبي ورحت الكويت ورحت السعودية. بس اكتر بلد قعدت فيها هنا 11 سنة هنا في قطر، تمام. تمام. يعني خدتها من الشمال للجنوب، يعني تمام، زي ما بيقولوا. فلا، بس برضو محلك سر، يعني تمام. فالبلان بتاعتي ان انا كل سنه نفسي ان انا اخلص الاميجريشن بتاعتي، نفسي. طيب انا عايز حد يوجهني، نفسي اخد التوفل، نفسي اعمل، نفسي اسوي. بس انا يعني وصلت الليفل خلاص، انا محلك سر. انا بعمل دريمز وزود بلان جاست دريم، يعني تمام. فلازم كنت اول خطوه اللي انا اعملها، واكتر حاجه ناجحه انا عملتها، ان انا عرفت ان انا اوصل لك. انا من قبل كاس العالم بحاول اوصل لك، انا مش عارف.
مم. انا اول ما انت رديت عليا انا ما صدقتش نفسي، قسما بايات الله انا ما صدقت نفسي ان انت رديت عليا. تمام. تمام. حضرتك رديت عليا حوالي، وانا حتى فاكر الوقت كمان، الساعه واحدة ونص وخمسة في الليل، انا فاكر. تمام. اول ما انت رديت عليا انا راح النوم من عينيا، انا قلت كويس ان انت بصيت لي وبعت لي المسج، فانا تمام. لازم ارد دلوقتي، ولازم ان انا يعني اديسايد دلوقتي، لازم ان انا ارد عليك دلوقتي، ولازم انت تقرر ان انت هتاخدني ولا لا. هي دي تمام. كانت اكتر حاجه قلقاني، ان انت هتاخدني ولا لا. تمام. اللي بحاول دلوقتي ان انا بتكلم مع اي حد دلوقتي بتكلم معاه في الشغل، ما بيقوليش سوري، كما جين. لا، هو بقيت اقول الحاجه مره واحده اتفهم، ما بقتش زي اول مره حتى لو في الانترفيو، ما بقتش ان انا اعيد الجمله مره او اتنين او تلاته. تمام. دلوقتي يعني كل فين وفين يقول لي ممكن مثلا عشان اتكلمت مثلا بسرعه ما فهمش، تمام، فنعيدها له. دي بتحصل معايا كل فين وفين من ساعة لما أنا بدأت مع حضرتك في شهر أربعة. أنا فاكر آخر أربعة أنا بدأت مع حضرتك. تمام. تمام. أحب أقول لك يا بروفيسور إن شاء الله كل ده في ميزان حسناتك، والله يجازيك كل خير على اللي أنت بتعمله معانا، سواء من الصغير للكبير. وبجد يعني أنا ما فيش حد أحسن من حد إلا بالتقوى يعني. تمام. لو إحنا ما هنتكلم في موضوع الدين والكلام ده، بس انا فعلا حسيت ان هو في تغيير. ولا انا حسيت ان انا يعني بعد سنه انا حاسس ان انا هبقى في مكان تاني، يعني حتى لو انا مثلا مش في نفس الشغل ده، بس هبقى في تايتل احسن. ده تحدي ما بيني وما بين نفسي، وتحدي تحدي لحضرتك، ان انت هتقول لي مثلا لا الكلام ده هتخلصه في سنه، لا انا هقول لك انا هتحداك ان انا هخلصه في اقل من سنه، هخلصه في 5 شهور، هخلصه في 6 شهور. شكرا جدا يا دكتور. وانا فعلا هي دي كانت، هي دي الحاجه اللي كانت في دماغي، والحاجه اللي انا كنت عايز اوصل لها. البلان اللي انا شغال عليها دلوقتي ان انا اتابع مع حضرتك كل حرف وكل كلمه، واعمل اللي انت بتقول عليه بالظبط. انا يمكن ما اكون مقصر معاك بس شويه بالنسبه بس للتاسك عشان اكون صريح معاك. بس انا فعلا غصب عني يعني، بس انا ما فيش يعني، حتى كان في مشكله في المحاضره لما اتبعتت اخر مره، كلمتك مره واثنين وثلاثه، بس انا كان غصب عني، انا ما ينفعش ان انا افوت المحاضره بتاعتك الا لما اسمعها حتى على الاقل. آم، في نفس الوقت يا دكتور برضو لا انا عايز اتعلم منك. لا انا عايز اوصل لحاجه معينه وفي دماغي، واعتبر ان انا بدات اول سلمه. تمام. بان انا بدات مع حضرتك. تمام. ان انا وصلت للليفل ده. تمام. شكرا جدا يا دكتور ليك بجد، والله انت مش مقصر في اي حاجه خالص. و... وحتى بعد كده يعني لو حتى انا بتوصل ان انا مثلا لو عندي مشكله شخصيه ولا بتاع، ما انا خايف ان انا اتصل عليك ان انا احكيها لك، بس انا دلوقتي يعني حته الخوف وحاجز الخوف ده انا بقيتش حتى اخاف منه، حتى وانا في الشغل وانا في وسط اصحابي. بقيت فتح دماغي الحاجات ان انا مثلا ايه، طب انا عايز اخش مثلا اتفرج مثلا على حاجه مثلا معينه، اشوف مثلا، احاول ان انا اتفرج على فيلم مثلا من غير ترجمه، احاول ان انا اسمع المحاضره مره واثنين وثلاثه وعشرة ومليون. خلاص يعني الدراسه معاك شغف، مش الدراسه معاك ان انا واحد زائد واحد بتساوي اتنين يعني. تمام. طيب وهو الواحد اصلا. بالنسبه للكورسات هنا يا عمر، انت خدت كورسات في مصر وذكرت الاسامي، هل انت شايف وجه مقارنه بين طريقه التدريس هنا وبين الكورسات اللي انت خدتها في مصر؟ لا، هو ما فيش مقارنه اصلا يا دكتور، اه. هو مفيش وجه للمقارنه اصلا. تمام. انت بتاخد ده، اعمل ده، سوي ده، عندك الكلاس ده واحد اتنين تلاته، اعمله سويه خلاص. تمام. في البيرلتس اللي كنت باخد برضو معاهم، هو الليفل صعب وكل حاجه وكل ماشي، بس انت بتقول لي هو بي وشي وات وركب الجمله ومش عارف ايه، عشان في الاخر يبقى حبر على ورق، ويا مولاك كما خلقتني يعني. تمام. خدت انا كورسات في المفروض كنت مصر لمده قد ايه يا عمر؟ خدت كورسات قد ايه في مصر؟ انا خدت كورسات لمده 7 شهور. تمام. متواصل. تمام. النتيجه صفر على حد قول. لا، هو يا ريت المحصله صفر والله يا دكتور، يا ريتها صفر، حتى انا الصفر، ليفل الصفر ده ما حصلتوش اصلا. تمام. بعد سبعة لان انت اشهر ما اتعلمتش حاجه؟ لا، اللي عجبني بقى في الطريقه الثانيه اللي اه. هي في مكان اسمه نوت كورسز. تمام. اه. دخلت فيه. تمام. ما فيش ماتيريال. تمام. زي حضرتك كده يعني، تعتبر ما فيش ماتيريال، الماتيريال اللي احنا بناخدها اللي حضرتك بتديه لنا واللي حضرتك بتكتبه وفيديو وليسننج والكلام ده بس. تمام.
بس ماتيريال انا بتكلم على كتب وان انت تراجع ومراجع وبتاع ده. طريقه الشرح نفسها، الكونسبت نفسه هو ده المختلف. انا قلت انا اتمنى ان انا في يوم من الايام ان انا الاقي مكان بيدرس بنفس طريقه نوت كورسز. اتاري نوت كورسز ده ما يجيش حاجه جنب حضرتك. يعني نوت كورسز ده ما بيديش ماتيريال اصلا، تمام؟ بيديك من مقطع من فيلم وتقعد تطبل وترقص ومش عارف ايه، تمام، علشان توصل لمرحله معينه. بس انت يعني انا قلت مثلا هو في ناس كده وبدات اتعلم منهم حاجات شويه يعني، تمام. بس انا يعني زي ما احنا بنقول، يعني اسمح لي في الكلمه، انت عديت لي بالوحشه يا دكتور والله. يعني بجد اشكرك. والله احنا وصلنا لدرجه بجد والله. بس فعلا اللي يقدر حاجه زي كده، اللي يقدر القيمه بتاعت حضرتك والله. يعني ما فيش كلام يتقال يعني والله يا دكتور. مفيش كلام يتقال، لو في اي كلام اشكرك يتقال طبعا يا والله انا. عمر، طبعا رسالتك وصلت. اشكرك يا عمر طبعا، عشان معانا ناس الله تانية يخليك يا رب. هتتكلم. اشكرك طبعا، اكيد. ومزيد من النجاح والتقدم. ودي يا حاجه رب. يعني حاجه كويسه. عمر بقاله 3 مستويات معايا، وان شاء الله باذن الله لسه برضه ما طلعتش منه اللي انا عايزه، لكن هو عامل شغل كويس ومجتهد جدا. ومزيد من التقدم والنجاح يا عمر، واللي جاي افضل بكتير من اللي فات. يا رب. اشكرك يا عمر، اشكرك. عمل يا طبعا رب يا دكتور. خد كورسات كتير، وطبعا على حد قوله ان المحصله صفر.